انا سميتي ملاك. حنا في الدار جوج ديال البنات وجوج الولاد. انا هي الصغيره في الدار. خويا الكبير مراد خدام الحمد لله، دري معقول ودرويش. والثاني سميتو عصام، هاد العام غياخد الماستر. اللقب ديالو سيمات، زعما ماتيماتيك، حيت هو كيموت على المات. دري ظريف حتى هو بزاف، وعنده شعبيه كبيره في الحومه. كلشي كيحماق عليه حيت كيشرح للناس الماط فابور. وفوقاش ما دق علينا شي واحد واخا يكون 12 الليل كيشرح ليه الماط. الهدف ديالو هو كلشي يجيب نقطه زوينه في الماط. داكشي علاش سموه السيماط. وعفريت نيت، ما كاينش شي حاجه اللي ما كيلقاش ليها الحل. اختي رجاء فرمليه في واحد السبيطار ومخطوبه، وانا هذا عامي الاول في الجامعه. صافي هادشي اللي نقدر نقول لكم عليا. حنا عائلة على قد الحال، ولكن الحمد لله واكلين شاربين، ما خصنا خير. ما عدناش وما خصناش، وديما الضحك والنشاط بيناتنا. بابا ضحوكي بزاف وظريف، وديما ضاحكين معاه. وكنطلعوها على ماما مسكينة، ظريفة وقلبها حنين. واخا كنفقسوها غير كنديرو راسنا تقصحنا ولا طحنا، كتجي كتجري. الحنان والقلب الكبير. لحد الان كلشي مزيان. حتى جات واحد المرا شارفه سكنات في الدار اللي تحت منا، وهي تقلب حياتنا كلها. صفها على هذيك المرا كانت شارفه وساكنه بوحدها. ملي ترحلت تعجبنا، حيت مرا كبيره وجايه راحله بوحدها. حدو عاون هذاك اللي هز ليها رحيل للدار ومشى، وبدات كتقاتل بوحدها باش تدخل اللي بقى. وحنا الاحياء الشعبيه ضرافات، ما يمكنش نشوفو بحال هاد المنظر ونبقاو كنتفرجوا. هبطنا مع الدروج كندردبو انا وخويا الصيمات باش نعاونوها. خويا حط يدو على الصندوق اللي كانت هزه وقال لها اري نعاونك الوالده حشومه. وهي تشوف فيه، قالت له حيدي يدك، ودارت فيه دوره شيطانيه. وحنا نحبسو في البلاصه. قالت لينا ما تقيسوا حتى شي حاجه، سيروا بحالكم، انا قاده بشغالي. وطلعنا فحالنا. ودخلنا قلنا لها لماما، وهي تقول لينا دبر راسها، صافي نتوما درتو اللي عليكم. يمكن من دوك الناس الكبار اللي ما كيحملوش اللي يقيس ليهم في حوايجهم. ومن تما ما شفناهاش. المراه كانت ديما سد عليها في الدار، حتى السراجم ما عمرني شفتهم حلاتهم. كنقول خويا هادي واخا تموت ما يجيب لها حتى شي واحد الخبار. بالحق واخا ما كانتش كتخرج كانوا كيجيو عندها بزاف ديال الناس، واغلبهم عيالات. ملي كنكون خارجه من الجامعه كنشوف الطوموبيلات كي دايرين جايين عندها، والعيالات بالخف كيزلوا من الطوموبيل وبالخف كيركبوا ويقلعوا. ما ديت ما جبت. محمد مول الحانوت قال لي هذيك جارتكم كانت خدامه في السفاره، شحال هادي ولادها لاباس عليهم، وهادوك اللي كيجيو لعندها غير حفايداتها ولا عريسها. قلت له وانت شكون اللي قال لك هادشي كتعرفها؟ قال لي هي اللي قالتها ليا. قلت له دخلنا عليك بالله اللي خدام في السفاره ولا كان خدام في السفاره كيجي يسكن في هاد الحي الزين. قال لي راه سولتها اش جابك لهنا. قالت لي الراجل اللي ضحيت مع حياتي كلها رماني وخدا بنت صغيره، وانا جيت لهنا نعيش اللي بقى ليا من حياتي في هاد الحي. ايوا صافي، انا دخلت للدار وعاودت هادشي لماما، هي تقول لي مسكينه. قطعات لينا في قلبنا، ومن تما ما بقيناش كنتعجبوا من الماركات ديال الطوموبيلات اللي كيجيو لعندها. دازت الايام وخويا الكبير بدا كيتعصب بزاف، ديما معصب، ديما منيرفي، مابقاش كيحمل حتى نهضروا معاه. فوقاش ما هضرنا معاه كيبقى يغوت. الا غير ضحكنا معاه تيندمنا. واحد النهار هضرت مع ماما وهو يغوت عليها، كان عنده شي صار في يديه هو يضرميه وجحداها. هو يمشي عند خويا اللي صغر منه، قال ليه ما تغوتش على ماما، صافي كبرتي دابا، ولا شتي راسك خدمتي صحابك صافي راك راجل. هذه هي الرجله، هذه هي الرجله ياك، صوت على امك. وتزايد معاه في الهضره، جمع الساكو وخرج. ماما ما بقاش فيها بالبكا، ولكن ما عندها ما دير. منين قال ليها خليني نمشي نرتاحي شويه عند جداتي ونرجع، صافي سكتت. ولكن خويا الوجيات ديالو ولاو كينقصوا. الا ما قالتلوش جداتي سير شوف الوالدين ما كيجيش. وبدينا كنشوفو قليل. في الاول كان جالس مع جداتي وكانت كتصيفطو يشوفنا، ولكن في التالي كرا بوحديه وما بقاش كيجي بزاف.
اختي بقينا كنوجدوا ليها العرس داك العام، ولكن مرضات واحد المرضى ما فيها ما يتشاف. جاها الصرع، مرة طيح ومرة تنوض شوية، مرة تصح شوية حتى نقولوا صافي مشاو وترجع طيح. وعانينا معاها كلنا، وعشنا هاد التجربة صعيبة في دارنا. ملي كيكون عندك شي حد في الدار مريض بحال هاد الأمراض كتعذب مزيان وكتعيش معاناة معاه. ما حنا الخوت بيناتنا واحد المحبة في شي شكل، اللي قاس شي واحد فينا كنوقفوا معاه كلنا. ولكن خطيبها ما تحملش وما صدقش، سمح فيها قبل العرس ب3 شهور. شاف مرض الصرع ورجع اللور، وجات حياتها خيابت، وجات صحتها خيابت من بعد ما سمح فيها، ودخلنا في دوامه ديال المرض. خويا الاخر الصيمات شد الماستر بالمونسيو، دفع لي كونكور ومتاكد من نفسه انه غادي ينجح وغادي يخدم، حيت الماط في المغرب مطلوب وخصوصا بالمونسيو. واخا النقط ديالو واعره ما تقبلش. ومني شافنا متاثرين بالمرض ديال اختي وبدينا كنتازموا معاه حتى هو، بدا كيبرد مسكين فينا. واخا هو مكوي اكثر منا، بدا كيقول لنا شوفوا ما تيأسوش، راه هادشي بالعاني داروا لي الله باش نتسجل في الدكتوراه. انا نمشي وجه الماستر وغادي نشد الدكتوراه وغادي تفرجوا. ولكن واخا تسجل في الدكتوراه ما تقبلش. وداك العام دوزو في الدار، وجاتو الصدمه الكبرى. اللي قل منه في النقاط تقبلوا وبداو تيقراو في الدكتوراه، وكل واحد وفين خشى راسو. اللي خدم خدام واللي مشى اللي كون مشى. ولكن هو مسكين بقى جالس غير في الدار. كان طموح بزاف، ولكن كنحس بيه فيها التالي تعذب، وبقى عاطيها غير النعاس بالنهار والفياق في الليل، وكيخرج يجلس مع ولاد الحومه. مشاكلنا وحده مورا وحده ما كتسالاش. انا ما طرالي والو، غير بديت كنحفظ 3 شهور هادي باش ندوز الامتحان في لافاك. ونهار الامتحان بالضبط شدني الحريق ديال المصرانه الزايده، وداوني للسبيطار، ومن السبيطار دخلت العمليه. بقات الوالده كتبكي، كتقول يا بنتي اش تزهر عندنا، وقيله خالتك عندها الحق، يمكن صابتنا فعلا شي عين. بقيت كنصبرها كنقول لها والوالده انا راني مريضه، ومن هنا 20 يوم غتكون دوره استدراكيه وغادي نرجع ندوز، ما ديري في راسك والو، بنتك كتنجح هذا العام وبامتياز. قالت لي ان شاء الله بنتي، ورجعت ليها شويه الضحكه. ولكن المشكل هو انني ملي خرجت لدارنا بدا فيا الحريق وما بغاش يبرى. الجرح برالي من برا، بالحق من الداخل كان فيا التهاب وانا ما عارفاش. حتى بديت السخاين كتطلع، ما خلاو ما دارولي. من بعد ردوني للسبيطار، شدوني في السبيطار سيمانه باش يداويو داك الالتهاب. وهذيك الوقيته هذيك السيمانه كانت الاستدراكيه. هاد المره ما بقاش فينا الحال حيت سقط، ولينا طالبين غير صحيحتي. عامين دازت علينا كلها مشاكل وامراض وخصومات. بابا حتى هو ما تزقلش، دار كسيده. ملي دار كسيده بابا جات عندنا عمتي تشوفو من واحد المدينه. حنا كنفرحوا بزاف بديك عمتي حيت ما كنشوفوهاش ديما. كتجيب ولادها وراجلها حيت كتجلس سيمانه فوقاش ما جات. منين وصلت وهي كتقول ماما وفاطمه و100% معينين ولا واكلين شي حاجه ما يمكنش. ماما ما كتامنش بهذا الشيء، شبه فيها الصيمات، حتى هو ما كيامنش بهذا الشيء. وكتقول لها شكون غيوكلني هذا الشيء؟ انا ما عندي عداوه، ما كنعرف حد، ما متعارفه، ما كنمشي عند حد. تا انت الله يهديك خلينا من هاد التخربيق. واش غير اللي طرات لينا غادي نقولوا عين وشعوذه؟ وكتاب الله تيتصرف وصافي. بقات عمتي معانا وهي بدات كتشم ديك الريحه ديال البخور الخانز اللي كتطلع من عند الجاره الشارفه، وكتقول لها فاطمه شتشي؟ كتقول لها ماما ديما كتطلع بحال هاد الريحه، ولكن انا ماشي شغلي. راكي عارفه دوك الشيبانيين اللي كيامنوا بداك التخربيق، الله اعلم بها مسكينه مع الراجل سمح فيها ومشى مع مرا صغيره، يمكن تدير شي بخور ولا شي حاجه باش تردو، الله اعلم. وهي تقول لها عمتي ها اللي قلت لك، هذه يا اما كتسحر لك باش دير لك راجلك، يا اما كتسحر شي واحد وانتم كتخطاو. قالت لها ماما اش غادي نتخطاو ولمن غتسحر ساكنه بوحدها نعلي الشيطان. حنا بقينا سهرانين مع عمتي وحنا نسمعوا الغبات، وملي جرينا لقينا ولاد كركب في الدروج وتهرس من يدو. ايوا بقينا سهرانين معاه في السبيطار، ما دخلنا حتى 4 الصباح. عمتي دخلت للدار ومصدومه، ما قالت لنا والو داك النهار. ولكن ملي دخلنا للدار قالت لراجلها غير صباح الصباح البشير نمشيو بحالنا، هاد الدار مسكونه، انا ما صاغياش براسي. وفي الصباح مشات كتجري، وبديت انا كنخيط الافكار وكنتفكر صحاباتي ملي كيجيو لعندنا كيقولوا لي داركم فيها واحد الرهبه في شي شكل،
كتخلع. وانا نيت شي مره كنحس بحال شي واحد كيتمشى مورايا. بسم الله الرحمن الرحيم، ما خصش هاد الافكار تسيطر عليا، ولكن واخا هكاك اللي فيا مهناني، ضروري نهضر مع شي واحد. مشيت لعند خويا صيبات، قلت له فاش كنفكر، وراكم عارفين صحاب الماط ما كيامنوش بشي حوايج اللي ما كيشوفوهمش بعينيهم. زائد واحد زائد واحد تساوي جوج. قال لي المتخلفه بعدي مني، وانا سكت. داز هاد الشي، وشي شهر مورا هاد الحادثه هادي ديال بابا وديال ولد عمتي اللي تهرس. واحد النهار جاي على رجليا حيت حطني الطوبيس لافاك بعيده، وانا نوقف في واحد الحانوت ناخذ قريعه ديال الماء. سخفت بالحراره، انا كنخلصو وهي توقف جارتنا، ومع انا بنضادر وطرقه والفي هي ما عرفتنيش، ما عقلتش عليا. ويقول لها مول الحانوت بحال ديما. قالت له ياه وليدي، ويجبد ليها البواكي ديال الشمع، خلصاتو ومشات. قلت انا في راسي بحال ديما كيفاش هادي موالفه. ومشيت كنجري لعند محمد، قلت له واش ديك الجاره اللي ما كتخرجش، الجاره اللي لتحت، عمرها خدات من عندك الشمع؟ قال لي لا. قلت له وين كتقدا من عندك؟ قال لي كتقدا ولكن بكريدي، ولكن ما عمرها خدات من عندي الشمع. وعاودت له شنو شفت، ويقول لي دوختيني. وانا نقول له في نظرك شنو كدير بهذا الشمع كله، وعلاش ما خداتوش من عندك؟ ويقول لي بسم الله الرحمن الرحيم، بعدي مني اختي، ربي ما خليني عليك. وعاد بديت كنرد البال، وكنحظي شكون اللي كيجي لعندها. الطوموبيلات هادي ما كتشبه لهادي، وبديت كنشك فيها تكون كتشعود، خصوصا ملي كنتفكر نهار دات في خويا ديك الدوره الشيطانيه حيت قاس ليها في الصندوق. المراه ما كتخرجش، والشمس ما كتدخلش للدار، الشراج ديما مسدودين. الشمع شراتو من بعيد، خرجت من الحومه باش تشريه. هادشي جاني بزاف على الصدفه. انا في بالي بزاف ديال الخطط باش نكشف السر ديالها ونعرف هاد الغموض اللي عايشه فيه، ولكن ما عمري درت شي خطه ولا شي تحرميات بوحدي. ضروري خوتي يكون معايا. بالحق خوتي دابا كلهم ضربه فيهم حتى العظم، وما مسالينش لهاد الشيء. الوحيد اللي بان لي فيه البلان هو مول الرياضيات. وعيطت له، الو عصام، قول لي خويا، ممكن نهضر معاك اخر مره على الجاره المشعوذه؟ والله خويا لا عندي شي ادله واعره، ادله قاطعه، غير اسمع. قال لي فين عمرك شتي شي مثقف واعي بحالي كيهضر مع شي جهله بحالك؟ ما تبقايش تجبدي معايا الموضوع ولا تقولي لي شي حاجه. انا اختي راه ما كنامنش بهاد التخربيق. انا عندي واحد زائد واحد تساوي جوج، صافي سالينا. الحاجه اللي ما كانتش ملموسه ما كتدخلش ليا الدماغ. قلت له ولا برهنت لك بان واحد زائد واحد تساوي ثلاثة تعاوني؟ قال لي كيفاش؟ قلت له اسمعني، الا حطيتي شي راجل مع شي مرا في شي دار وزوجتيهم وخليتيهم واحد المده، ما جبتي ليهم حتى شي واحد اخر وبوحدهم، ما زدتي عليهم لا ضياف لا والو، ما غاديش يوليو ثلاثه؟ داك الثالث غادي يولدوه منين جا؟ من واحد زائد واحد. اذا واحد زائد واحد شي مرات ما كتساويش ثلاثه. قال لي بديتي كتبهريني بالذكاء ديالك، ها انا جاي. منين جا عطيتو الدلائل كلهم، الشمع اللي كتخرج من الحومه باش تشريه، الشراجم اللي ديما مسدودين، ريحه البخور الخانزه، الطوموبيلات اللي وحده ما كتشبه الوحده، وزيد وزيد. وقلت له على بلاناتي كلهم باش يختار اللي يعجبو فيهم. هو يعطيني بلان اخر واعر، ويقول لي عقلتي على حليمه القرايه؟ قلت له مالها؟ قال لي عندها طوموبيل واعره دابا، وانا مازال دايما مع علاقه بها، ظريفه صديقه عزيزه بزاف، واللي طلبته منها ما غتقوليش لا. قال لي غنعيطوا ليها وغتجي حيت عندها ديك الطوموبيل واعره، وتلبس شي لباس هو هذاك، وتعمر راسها بالذهوبات وشي مكياج هو هذاك، وتجي معها شي صاحبتها ويمشيو عندها على اساس شي ناس قالوا لهم فين ساكنه، ويدخلوا عندها بحال راها شوافه. الا كانت شوافه راه غتدخلهم، حيت الشوافات كيموتوا على بحال الضحايا، عيالات صغارات اغبياء وعامرين بالذهب والفلوس. ولا ما كانتش اختي شوافه غنريشك. قلت له صافي مزيان، واتفقنا معاها على الخطه، وجات
ضاربه لك واحد العبايه هي هذيك، وعمرت راسها بالذهوبات، وجات مع واحد صاحبتها وديك الطوموبيله هي هذيك، وصاوبت راسها مزيان وتقلت الدور. دقات على المراه، غير دخلوا تما بقاو شي نص ساعه وهما يخرجوا، وهي تخرج حالمه صفراء ركبات الطوموبيل وهي تجي لعندنا في البلاصه فين درنا معاها، وعاودت لينا شنو شافت. المراه فعلا شوافه، ودارها كتخلع وكتصاوب للناس سحور والحجابات، وعندها شي حوايج ما يخطروش على البال، والدار ديالها كتخلع وفيها واحد الرهبه غريبه. قالت لينا حليمه عمري ندير بحال هاد المغامرات، راني ندمت ملي كنت لداخل والمجمد لي في الركابي، اما هاد صاحبتي اللي حدايا راه كانت غير تسخف لي بالخلعه. وهو يقول لي خويا زعما سحرت لينا، ويا تقول له حليمه اش من سحرت لكم، راه ملي تتكون شي سحاره في شي بلاصه هادوك الطقوس اللي كدير ودوك الشياطين ودوك الجنون اللي كتعامل معاهم كيبقاو ديما دايرين بديك الدار، ودوك الاعمال السوداء كتجعل الشياطين يتجلبوا لديك البلاصه وكيتضروا حتى الناس اللي ساكنين فيها، ولا اللي ساكنين فوق منها ولا تحت منها، واخا ما دايرين والو، واخا ما دايرين حتى حاجه. هذا هو المنطق اللي نقدر نعطيك. اخويا كاين هادشي وامن به. وانا نقول خويا عرفتي اش غادي نديرو، غنهزو قلوعنا غنمشيو نكريو في شي بلاصه اخرى، راه هادي اصلا ما دارنا ما والو، راه حنا غير كاريين. ويقول لي ياك الانانيه، ما فكرتيش في الناس اللي غادي يجيو يسكنوا بلاصتنا عاوتاني مساكن، بغيتي تشتي ليهم الشمل ويشبعوا امراض بحالنا. وهي تجي واحد الخطه واعره، مع هو عنده شعبيه كبيره في المجتمع وفي الحومه، مشاش مع كاع دوك الدراري اللي كيعرفوهم واللي كيشرح ليهم، اللي قال له اجي كيجي وكيجيب معاه وحدين اخرين، اللي جايب الزراوط واللي جايب الهراوات، المهم ما خلاو ما جابو. ومشاو دقوا على الراجل اللي كاري لينا وكاري ليها، وقالوا له شنو كاين، وحتى هو جا معاهم، ومشى معنا محمد، ومشاو معنا بزاف ديال الناس. المهم حنا اصلا تكافل اجتماعي، ما تخافوش علينا. دقوا الدراري على المراه، غير حلات دفعوا الباب وما يدخلوا، وبداو كيهرسوا ليها كلشي، وبداو كيضربوها الدراري الصغار، ورماو ليها حوايجها كلهم في الزنقه. وقال لها داك مضدار انا مسامح في دوك الكراوات اللي كنسالك، غير جمعي علينا قلوعك وغبري عليا من الدار. هي عارفه راسها اش دايره، ما زادتش الهضره. يمكن قالت الحمد لله اللي ما جابوليش البوليس، مشات كتجري من تما ما شفناها. ايوا الحمد لله تهنات الحومه من هذيك النوع. ولكن ماما مرضات بزاف، واخا عيينا نقنعوها بان صافي ما بقى حتى مشكل، والدار تنظفات وجامو الدار وجاب لي نقيها وكل شيء، وعاود كرهها الناس اخرين. ماما بقات مريضه وبقات كتقول انا هي السبب، عمتك وخالتك ما خلاو ما داروا معايا باش نفهم، ولكن انا اللي خرجت على ولادي. اش ذنبكم دابا نتوما؟ قلنا لها وصافي هادشي دابا كتب علينا. والو بقات مريضه هكاك وشرطات على بابا، قالت له والو الا ما بدلتيليش هاد الدار وما كريتيش دار اخرى انا راه ما غاديش نتهنى. وفعلا داكشي اللي درنا، ما بعدناش من الحومه، ولكن مشينا كرينا في دار اخرى واستقرينا فيها، والحمد لله حياتنا رجعت كيف ما كانت وحسان كاع. خويا اتت ديك الدار اللي كان كاري، وراه كا وجد راسو باش يتزوج، تلاقى مع واحد البنت الله يعمرها دار. اما خويا السماط سجل حتى هو في الجامعه وتقبل في الدكتوراه، والحمد لله راه متبع وقريب يشدها، وانا فخوره به بزاف. وانا راني مازال في لافاك، اما اختي سبحان الله ربي كيدير الاسباب. ديك المراه اللي سكننا حداها ولدها انجينيور دانفورماتيك، الجارة البلاصه فين سكننا جديده. ايوا شافت اختي وتعرفات علينا وعجبتها بزاف، وهي تعرف على ولدها وتفاهموا مزيان، ودابا راه خاطبها، وكنقول ان شاء الله من هنا للصيف نديروا لهم شي عراسيه هي هذيك. ايوا صافي. ايوا هذه هي قصتي وهذه هي حكايتي، ما كاينش كيسحبني واحد النهار بان غادي يوقع ليا هذا الشيء، ولكن الحمد لله مع التكافل اللي بيناتنا والحب اللي بيناتنا حنا الخوت والتكافل ديالنا مع ولاد الحومه قدرنا نفكوا هذا المشكل على خير. ودابا شحال من واحد يقدر يسمع القصه ويقول ماشي بصح، ولكن ملي كتعيش هاد الحوايج كتولي تامن بهم. والحمد لله الانسان ديما يتسلح بالقران ويتسلح بالايمان ويخلي اليقين ديالو في الله. ربي راه كيحيد حاجه وكيدير ما احسن، والواحد هو اللي ما يأس، حيت ربي كل حاجه كيدير ليها الحل.